سنة جديدة وهنبدأ 2026 مع أمين الورداني. أمين، عايز أسألك على مباراة مصر وبنين من حيث التنظيم التكتيكي. إيه السيناريو الأقرب إن مصر تبدأ من المباراة؟ استحواذ وبناء هادي ولا ضغط عالي من البداية؟ من وجهة نظري طريقة لعب منتخب مصر أمام بنين، حسام حسن هيضغط من أول دقيقة. اللعيبة مريحة بقالها 10 أيام، واللعيبة الأساسية ممكن حوالي 13 يوم كمان، فاللعيبة هتنزل تاكل الأخضر واليابس حرفيا. حسام حسن هيضغط من أول دقيقة، هيبقى عايز يسجل أول هدف، تاني هدف، ويرجع للمدرسة القديمة التقليدية، حافظ بقى على النتيجة، وده اللي شفناه في كل اللقاءات اللي فاتت. هايل. طيب إيه رأيك في التحولات والمرتدات؟ إزاي مصر تقدر تتفادى خطورة المرتدات لو بنين قرر يقفل الملعب ويلعب على المساحات؟ سؤال جميل جدا، ازاي مصر تتفادى المرتدات والتحولات السريعه؟ بص، طريقه لعب حسام حسن واللي ظهرت في الشوط الاول في جنوب افريقيا وضحت لنا كابتن حسام حسن بيلعب ازاي. لما محدش كان عارف كابتن حسام بيلعب ازاي، التكتيك مش واضح، ارضيه الملعب انت مش عارف مين اللي نازل بيعمل ايه. لكن لما شفنا في مباراه جنوب افريقيا، لا، انت عندك حمدي فتحي اللي هو مصر عليه في خط الوسط عشان بيرجع في الدفاع مع ياسر ومع رامي ربيعه، وقدامهم هاني ومحمد حمدي، الاثنين بيعملوا ادوارهم الهجوميه وبيسندوا في خط الوسط، بيعملوا كثافه في خط الوسط وفي نفس الوقت متامنين دفاعيا. ففي الشوط الاول في جنوب افريقيا ما شفناش مساحات ولا لعب ورا المساحات بتاعت محمد حمدي ولا محمد هاني، لولا بس الطرد اللي قلب المباراه. دي من وجهه نظري اصلا احسن شوط لعب حسام حسن حتى الان. فالطبيعي طريقه لعب 3 4 3 او 5 3 2 هو لا، اللعيبه هترجع بسرعه، الدفاع موجود، خط الوسط فيه كثافه كبيره جدا، فانا مش قلقان من المرتدات، مع ان ده ما حصلش في لقاء زيمبابوي لان ما كانش طريقه واضحه كده. وطريقه اللعب بتاعت كابتن حسام حسن كانت اوضح طريقه يلعب بيها كانت في مباراه جنوب افريقيا. يمكن هو كان قاصدها عشان جنوب افريقيا بيلعب على الارض وبيلعب بيبني لعب، فهو كان عايز يعمل كثافه عشان ما يعرفوش يبنوا اللعب. فانا شايف طريقه كابتن حسام حسن، حمدي فتحي، مروان عطيه، ممكن مثلا يكون معاهم مثلا امام في خط الوسط، هتكون الطريقه اللي انت هتعرف تقطع بيها اي هجمه مرتده جايه لك والباكين بتوعك يرجعوا بسرعه. هايل. طيب مفاتيح المباراة من وجهة نظرك، ايه اهم منطقة في الملعب هتحسم اللقاء؟ اللعيبة اللي ممكن تغير شكل المباراة؟ طبعا لو هنتكلم عن مفاتيح لعب مصر فهي مفاتيح كتيره جدا، بس من وجهه نظري في مفتاحين اساسيين. عمر مرموش هو افضل لاعب في منتخب مصر حتى الان في افريقيا. في الكام دقيقه اللي لعبهم بيعمل كل حاجه حرفيا، سريع، تحسه كده وبيخش واحد على واحد وعارف اللي هو هيعدي، بيعمل كل حاجه. بس برضه ستيل عندنا مشكله مش لاقيين لها حل، هي صانع الالعاب، اللاعب اللي بيقف في خط الوسط وبيرفع راسه بيبص يشوف هيحرك مين، هيروح مع مين، وما بيعملش الدور ده في مصر غير امام عاشور. امام عاشور اول مباراه حسام حسن قال لك البدنيه ما كانش عالي، تاني مباراه لما طرد محمد هاني نزله لعب ناحيه اليمين في مكان مش في مكانه. انا شايف ان امام عاشور هو هيكون مفاتيح منتخب مصر الفتره الجايه عشان نوصل للقب، عشان ناخد البطوله. امام عاشور بيرفع وشه كويس، بيعرف يحرك لعيبه معاه كويس، بيزيد كده هجوميه، بس محتاج حته الانا دي تقل عنده شويه، مش اكتر ولا اقل. حلو جدا. طيب بقراءتك لمنتخب بنين، اي اسلوب لعب منتخب بنين هياخده في المباراة دي؟ هجوم مرتد ولا استحواذ، ولا منتخب بنين ناوي يعمل ايه؟ طريقه لعب بنين واللي شفناه في البطوله ان هم بيلعبوا على المرتدات، بيتكتلوا في الدفاع وبيلعبوا دفاع متاخر وبيلعبوا على المرتدات، وده يعتبر نفس اللي حصل معانا في لقاء زيمبابوي. عشان كده لازم نستغل من اول دقيقه تسجل هدف تاني تبقى انت كده ضمنت. لكن لقاء زيمبابوي اللي هو ضربه الجزاء اللي جت لمرموش ولولا هدف صلاح الاخير انت كان ممكن ما تكسبش، ومع انه فريق ضعيف. طيب بالارقام، مؤشرات الارقام بتقول ايه؟ يعني بالنسبة للاستحواذ او ال 15 دقيقة الاتجاه رايح لفين؟ طيب ايه المؤشر الرقمي اللي انا ابص عليه قبل لقاء مباراه مصر وبنين؟ بص، هي الكوره بقت فيها ارقام كتيره جدا واحصائيات كتيره جدا، بس انا لو هبص على حاجه انا كورداني هقول لك تعالى بص على كميه تضييع منتخب مصر الفرص في الشوط الاول او اول 20 دقيقه قدام زيمبابوي، ونفس الكلام قدام جنوب افريقيا، ونفس الكلام قدام انجولا. لا، لازم نستغل الفرصه من اول دقيقه. الفتره اللي جايه ما فيهاش هزار، ممكن تجي لك فرصه مؤكده في المباراه كلها لازم تسجلها. امين، انا بشكرك جدا. كنت معانا في اول محاولة ان احنا نستخدم ال AI بشكل كبير. شكرا جدا، وان شاء الله منتخب مصر يعمل مباراة كويسة. امين، بشكرك.